لجنه مناهضه التعذيب التابعه للامم المتحده، اللي عام 99 في هكا او تويرها لكم بالتفصيل سي خالد، طلبت من الحكومه التونسيه تسليط الضوء واعلاء القضيه هذه والتحقق من اسباب الوفاه. وجاء فريق طبي بعد وثم اوتوبسي عملت اللي تقول اللي الوفاه ماهيش نتيجه حادث طريق. بعد ذلك الحكومه التونسيه عارضت في النتيجه هذيك، اللجنه طلبت حاجه ظاهره واضحه، استخراج الجثه لاعاده الاختبار الطبي. يعني باش النتيجه تكون واضحه. والى حد الان العمليه هذه معطله، واحنا اليوم باش نحيل الكلمه سي خالد يعطيكم اكثر اضواء على الاحداث الغد. احنا اليوم من خلالكم نوجه النداء للسلطات الجديده لكي تستجيب لهذا الطلب اللي هو طلب مشروع، وعلى كل وفاه الشهيد فيصل بركات لا تحمل على القائمين على الشأن العام الآن، بل تحمل على الذين قتلوه. يعني المسؤولية واضحة على شكون نحملها، للي قتلوا عدد من الناس، عدد من الشهداء، وعدد من الناس تعبوا وما زالوا يحملوا الآثار التعذيب. ونذكر منهم شيخ المناضلين علي بن سالم، اللي لجنة مناهضة التعذيب أيضا صدرت فيه une recommandation لإعادة البحث. لليوم حاكم تحقيق بعد أكثر من 3 سنوات من 2007 والملف عنده حاكم تحقيق مازال ما فتحش الملف هذايا من جديد، وما سمع ورفض حتى مطلب القيام بالحق الشخصي اللي قدم به أخيرا أحد المحامين، اللي مفروض عم علي بن سالم أيضا عام 2000 تعرض للتعذيب وكاد يموت تحت هذا التعذيب وألقي به خارج المدينة، ولولا تفضل عدد من عمال الحظاير ليه لا توفي في مكانه. القضية هذيك أيضا تعرضت على لجنة مناهضة التعذيب، وإلى الآن قرار توصية لجنة مناهضة التعذيب ما تمش تطبيقه. نحيل الكلمة لخالد بن مبارك باش يعطيكم مزيد من الأضواء على القضية هذه. تفضل. أحسن أستاذ. القضية في أكتوبر الجاي تولي عندها 20 سنة، يعني تاريخ الوفاة عندها 12 سنة منذ أصدرت فيها لجنة مناهضة التعذيب اللي هي الريكومونداسيون تاعها، اللي هما الواقع رسمي واقع أوامر، لأن الدولة الروسية ملتزمة بالاتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي فتطبيق الريكومونداسيون هذيك هي من الواجبات اللي وصلنا له حتى الآن، واللي نحبوا نبلغوا له الرأي هو أن خلال تقريبا 16 سنة من المتابعة بين يعني في وسط لجنة مناهضة التعذيب تعرضنا دائما للتسويق في جميع أنواعه، واستعمل السلطة استعملت تعويم القضية وإضاعة حق العائلة الضحية بجميع الأساليب. استعملت محامين، استعملت أطباء، معنا أطباء مرموقين في تونس، عملية الطب السابق توفى الآن، وذلك لمحاولة التعمية على الحقيقة. اللي توصلنا له مع لجنة مناهضة التعذيب هو أن إخراج الوفاة ممكن يكون لنا يعني في علة فقط، لأنه وراء القضية المتوفر من الأدلة الدامة من حيث الشهود، من حيث الطريقة اللي تم اكتشاف بها القضية، يعني وجود تقرير طبي تونسي يحين يخص الضحية ويعدد جميع أنواع التعذيب اللي تعرض لها، واللي هو تقرير حيني وتقرير مجرد، لأنه الطبيب ما كانش يعرف من وين كان الشاب هذاك ولا منين جاي ولا حتى شيء، جابوا له خدوا شرحوا فيها القانون بتاعه ابدا، عمره ولا حاول باش يعطي حتى فكره على اسباب
يعني ظهرت الاضرار البدنيه اللي تعرض لها الضحيه، ولكن ظهر وهذا قالوا الاطباء الدوليين فيما بعد الطبيب هذاك كان يعرف الاستاذ الاقتصاد الصيفي باش نسميوه في المستشفى الجامعي في نابل، كان يعرف انه اذا كان يقدم فهو باش يقول هذا التعليم المواقع. من وقتها لتوا تعرض التقرير هذاك لاعاده تحليل من طرف 4 قيما في التشريح الطبي الدولي، 2 انجليز وواحد من الدنمارك وواحد من فرنسا، لمنع القضيه من انها تفوت ال10 سنوات على مستوى النظام القضائي التونسي، ودونك تولي تسقط بالمنظمات. قدمنا بطلب شكلي على طريق الاستاذ راغب النصراوي وقتها من ممثلتنا ومدافع عن العائله باخراج الرفات حتى نوقف باش يعني نعاودوا مده 10 سنين يعني ريلونسي وما يقعش باعتبار ان القضيه سقطت بتقدم الزمن. المطلب هذا يعني وقع تناسيق من طرف السلطه حتى سبتمبر 2009، حيث تلقينا مراسله من السلطه التونسيه في نصين، واحد مؤرخ ب 24 كود وواحد مؤرخ ب 27 كود 2009 تنص على انه الدوله تقول ان وكيل الجمهوريه رفض اعاده فتح القضيه على اعتبار انه راى انه زمن جديد والى كراسي عاود حفظها القضيه للمره الرابعه والسابقه صلحت لكن موجود، ولكن يبدو لي انا ربما تكون سابقه